هؤلاء الحقيقة لست أنا الذي أجيبهم، وليس غيري هو. أنا الذي أبعدهم عن الثورة، وليس غيري هو الذي يجيبهم للنظام. لم أطلب أن تستقطبهم، ولكن أطلب يعني ماذا يفعلون في هذه الحيرة؟ وإنما هؤلاء يعيشون المال ويعيشون دنياهم، يخافون على دنياهم. حتى بيقول لك أخي الها ماشيين عم نشتغل وعايشين، ليش هيك ساويتوا فينا؟ فهذول ينظرون إلى دنياهم لا ينظرون إلى عزتهم. أنا أكثر من مرة قلت الإنسان حيوان عزيز، مو حيوان ناطق بس، حيوان ناطق وعزيز. فإذا ذهبت العزة يا مولانا ماذا بقي؟ يا مولانا احنا 50 سنة 40 سنة ما أطلقنا على إسرائيل طلقة، وبمجرد ما أولاد كتبوا أقمنا الدنيا وأقحتناها. جاءت إسرائيل في يوم من الأيام وأكثر من مرة وحامت حوض القصر تبعنا، قصر الجمهوري، ولا تكلمنا بكلمة. وقصفت مفاعلا في دير الزور. قصفت مفاعل في دير الزور وما حكينا كلمة ولا ردينا على إسرائيل. ونفس هذا شو اسمه هذا الغني اللي عندنا معروف معروف أكبر غني عندنا رامي مخلوف. رامي مخلوف، هذا رامي مخلوف. أنا اتصلت أنزل الأسماء. رامي مخلوف هذا هو رجل أعمال وابن خالة الرئيس السوري، هو الذي يقول أن وجود سوريا أمان لإسرائيل، وهذا الواقع. والآن القضية سوريا قضية إسرائيل، الدنيا كلها عم تدور مع إسرائيل. في الوقت شيخ رجح كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة لمن تريد أن توجهها، يعني رسالة أخيرة. والله أنا أوجه للثوار أن يستمروا وأن يتقووا وأن لا يقنطوا من رحمة الله. وأوجه للشعب العربي في الخليج وغير الخليج أن يمد هؤلاء بالسلاح وبالمال علنا دون أن يخاف في الله لومة لائم. وأقول للرئيس بصراحة ولمن يعين الرئيس إن الطريق الذي تسير فيه من قتل هؤلاء الناس سوف لا يبقي لك في التاريخ ولا كلمة ثناء، وإن إيران لن تغني عنك شيئا أبدا. ثم أقول له إن لك موقفا بين يدي الله، كل هذه الدماء التي تسيل هي في عنقك، فماذا تقول لهذه الدماء يوم القيامة؟ وتصور أن ابنك المقتول أو زوجتك أو أمك أو بنتك، هؤلاء المقتولون ليس لهم أمهات، ليس لهم آباء. برضه أكرر مرة ثانية أن الحكومات العربية يجب أن تقوم في حق الثورة السورية بأكثر مما نقوم به الآن. ألا تعود أن تختم بكلمة لأمهات الشهداء وزوجات الشهداء؟ أسأل الله تعالى أن يثبتهم. أنا أبكي، لا أبكي الشهيد لأنه ذهب إلى الجنة، ولكن أبكي أمه. لا أبكي الشهيد ولكن أبكي أباه. لا أبكي لا أباه ولا أمه، ولكن أبكي سوريا. سوريا التي كانت أستاذ العالم العربي، باستثناء مصر يعني. نعم ما في شك. وحدة مصر وسوريا معروفة. باستثناء مصر. الآن أصبحت لاجئة. نحن الذين كنا نفتح كل باعنا وكل بلادنا للشعب العربي، أصبح هذا الشعب لاجئ. فوالله أنا أبكي هذا، حتى أم الشهيد تبكي الشعب السوري، تبكي سوريا. ألا يخاف الله هؤلاء في هذا البلد؟ فليتقوا الله.